سيداتي والسادة، طاب مساءكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الآخر. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم، إنه ربما المصريين كان من الإنتاج المتعاظم عندهم خلال قرون طويلة النكتة. لكن من الملحوظ إنه أي حد ممكن بنظرة يسير للناس في الشارع هيحس إنه في نوع من العبوس، نوع من التكشير، في حدة في التصرف، ردود أفعال سريعة، الناس تتخانق على اهون الاسباب زي ما بيقولوا بسرعه جدا. احنا النهارده في ضيافتنا الاستاذ الدكتور عبد الله عسكر، استاذ علم النفس ومدير اداره التخطيط الاستراتيجي بجامعه الزقازيق. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ كامل، شكرا. بدايه انا لفت نظري في التايتل مدير اداره التخطيط الاستراتيجي بجامعه الزقازيق. دايما كلمه تخطيط استراتيجي دي عندنا مرتبطه باساس الاقتصاد والاداره والاخر. ايه بقى الاداره دي اللي على راسها حضرتك كاستاذ لعلم النفس؟ هو اساس الاداره علم النفس. اساس الاداره علم النفس طبعا. باعتبار ان اداره الذات هو العنصر الرئيسي لاداره الاخر. والتخطيط هو تخطيط استراتيجي لمستقبل الفرد في نموه ومواجهه تحدياته واستثمار فرص قدامه والتغلب على نقاط ضعفه واستثمار نقاط القوة اللي جواه. وبالتالي هذه المنظومة نشأت أساسا في التخطيط الاستراتيجي، والتفكير الاستراتيجي هو نواة الإدارة الاستراتيجية. وبالتالي احنا الأساس لمنظومة إدارة الموارد البشرية. جميل. طيب ده خلينا نسأل حضرتك بقى، ما دام حضرتك رئيس إدارة أو مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أنا أتصور مثلا إنه أسأل حضرتك، إحنا دايما نقول إيه، إحنا بنعمل أشعة مثلا على القلب، على الكبد، على المعدة. طيب لو عملنا أشعة على حالة المصريين النفسية، إيه اللي يرى الدكتور عبد الله عسكر في الحالة العامة النفسية للمصريين اليوم، سواء حاجات فيها قديمة أو حاجات جديدة، نقدر نقول حاجات جديدة بتظهر في الأشعة لأول مرة خلال 4-5 سنين اللي فاتوا دول؟ هو طبعا ثورة 25 يناير هو حدث خروج على النمط المعتاد لحياة المصريين. الأجيال اللي احنا عشناها عاشت هزات كبيرة، لكن دي أكبر هزة قوضت نظام طويل وأحدثت فجوة ماذا بعد. لأن الجماهير لما صارت طلعت بمطالب، المطالب دي مفيش إجابة عليها، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. إزاي؟ طب مين اللي هيعمل كده؟ هي طلب من مين؟ هي بيطلب من مين؟ المفروض بيطلب من رأس الدولة. رأس الدولة مشي وجات رأس دولة تانية. طب إزاي برضو؟ ما هو ليه بقى؟ لأن الإيد اللي مرفوعة عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية الأربعة في إيد اللي بيرفعهم، مش عندك. أنا ممكن أعمل العيش من خلال العمل، مش كده؟ والحرية عبر قبولي للآخر واعترافي بيه والمشاركة هيبقى في حرية. العمل والحرية هيظللوا الحب بين البشر، فهيخلق العدالة الاجتماعية. ولما يكون في عدالة اجتماعية هيبقى في كرامة إنسانية. فالإيد دي المفروض تنزل من فوق على تحت وعلى قصادي وهكذا، لكن فضلت مرفوعة. محدش قال لهم ازاي هنعمل المشروع ده إلا حقيقة مع ظهور السيسي. خدت بالك؟ هو قال انتوا اللي هتعملوا. هو دايما يركز على الحته دي. ما هي دي كده، احنا ما نقدرش نعمل حاجه الا بيكم. البطل الاسطوري ده ما عادش موجود. الراجل اللي قاعد يقول لك انا بينزل لي عندي الكهنه وهيعملوا له ضرب الودع والسماء هتمطر ذهب او فضه او كذا او كذا او كذا، دي اخايل ممكن نشوفها في الافلام او في الادب، لكن في الواقع هو كده. لازم نعمل نتاج حريه الانسان وذاتيه الانسان
وكرامة الإنسان وعدالة الإنسان في إيد الإنسان. في ايد الانسان. طب ده خليني اسال حضرتك، هل يعني عقود طويله او قرون طويله من الظلم، من القهر، من الاستبداد، من الفقر، هل ده اللي يعني شكل نفسيه المصريين بهذا الشكل وخلاهم حتى لما عملوا ثوره كبيره جدا جدا وتخلصوا من نظام مثلا قعد 30 سنه، لكن ما بصوش لنفسيهم وبصوا بردك لفوق؟ هو الهدف ما كانش إسقاط نظام، برضو ما كانوش جاهزين لإسقاط النظام. عشان نتكلم في التطور التاريخي لحركة التظاهر من 25 يناير ثم الفوران الشعبي يوم 28. اها. بدأ يوم 28 مقولة الشعب يريد إسقاط النظام، ودي دخلت عليه برضو. ها. لكن هو جاي يقول يعني يا شرطة ارحمينا، يعني هو مثلا كان يوم 25 كان يناير يعني دي المطالب يعني تقريبا. هي مسائل مطالب بسيطة جدا. ليه؟ ان الشرطة كانت اهتمت بالامن السياسي على حساب الامن وامن الاجتماعي التشريفات. يعني. معايا يعني ممكن يقفل لك المدينة كلها عشان يعدي واحد من النظام مسؤول كبير. مسؤول، يعني يقفل لك المدينة، واللي يموت في اسعاف واللي يموت في كذا، في ضغط جبار جدا. فبدأت الشباب الواعي يقول لا، المسألة مش كده. والأمن الجنائي كان منهار تماما، يعني تثبت في أي مكان، تطلب الإسعاف بتاع، تطلب النجدة ما يجيلكش، تعمل حوادث هكذا. فكانت المسألة فيها خلل في المنظومة الأمنية، والمنظومة الأمنية محسوبة على النظام. فلما قامت المظاهرات وجه يوم 28 قدرت الإرادة الشعبية تكسر الشرطة، كسرتها. دخل بقى الضباع، خدت بالك؟ الضباع أيوة. من الساعة 5 لغاية تاني يوم الفجر كانوا خلصوا على المواقع المركزية للشرطة والسجون. دول اللي كانوا عارفين هم عايزين ايه الضباع. تقريبا. ما هي دايما الصراعات ما بين الأسود والخونة. من الأسود، حتى لو شفت انت اللايون كينج هتلاقي العم هو اللي خاين، فعايز ياخد الورث من غير يحرم الولد اللي هو الوريث الشرعي للعمل يعني. ففي مؤامرة صمت من الخونة اللي هم كانوا حوالين النظام، اتسحبوا، مش كده؟ والضباع هم اللي اشتغلوا. خدت بالك؟ يبقى التانيين تآمروا مؤامرة صامتة. دول انسحب من المشهد، انسحب من المشهد، قال لك خلاص يا عم يضيع، يروح في داهية. يعني خلاص كده يروح في داهية بقى. الضباع بقى طلعت. اشتغلت هبشت النظام. خدت بالك؟ والأسد العجوز ده شاف انه لازم يسيب المسألة. وكل ده كان بننتظر سيمبا. على فكرة يعني في المنظومة في أديب كده، في واحد هيحل اللغز. وأنا كنت أقول إن هيظهر أديب يحل اللغز، وبس ما كنتش متوقع إنه يجي من المؤسسة العسكرية. هو سمت شخص ما في الثقافة المصرية بيجي واحد كده يلم الشمل. فظهر السيسي، إرادة الشعب مع واقع إدراكه للخطر، مع قدرته على الإجابة على التساؤلات المصرية أو الشعارات المصرية من خلال إن هو تحفيز همم المصريين للعمل وقبول الآخر وتحقيق الأمن والانتقال بالمشروع، بحيث إن احنا ما نرميش على السلطة، لأن السلطة ما تقدرش تحل مشكلات الفرد. المصريين طول عمرهم مبدعين في حل مشاكلهم الشخصية. هو بيتصرف، بيتحايل معايا، يتحايل على الحكومة، يحل مشكلته بالسفر، يحل مشكلته عايز سلطة يمشي ورا ولد لغاية لما يدخلوش الكلية بتاع ده عشان يفيم العربية ويعمل مش عارف كذا، عايز يطلع إعارة، يطلع كذا يطلع كذا. الخلاص الفردي هو اللي بيميز الشخصية المصرية، لكن مش الخلاص المجتمعي. عبر التطور التاريخي يعني حتى في العصر الناصري
عمل خلاص مجتمعي. خلق ادى الناس ارض وعمل لهم مصانع وعمل القطاع العام وكلام كده. ظلت عدم الثقه في الحكومه موجود، لان في تاريخ طويل جدا قبليه بحوالي 80 سنه مع محمد علي واسرته. هم كانوا مالكين لكل شيء، وان المصريين دول عبيد احسان وعمرهم ما هيملكوا. فمع النصريه ما صدقوش انهم هيملكوا، فكان بالتالي خربوا القطاع العام. يعني برضه جرفوا الاراضي وبداوا يعملوا منها حاجات كده معينه ويبنوا عليها وكذا، بالرغم ان هو منح هذه الارض. فجدل المشاركه مع السلطه السياسيه في الشخصيه المصريه دايما ضعيف. يقول له حل لي، اعمل لي، طب ما تيجي تعمل معانا، يقول له لا انا هاخد ايه منك، اللي هي الصوره المثلى للقدره المطلقه للحكومه. حكومات الرفاه وبالتالي والحكومات الابويه. بالحكومه الابويه لما شاخت الحكومه دي وبدات يظهر فيها الفساد وبدا الخونه يلتفوا حوالين السلطه، وغابت فكره الامن القومي، فكره ان الهويه المصريه رايحه على فين، احنا ايه الموضوع وهكذا. الحاجه الثانيه ان الطفرات التي حدثت حوالينا في دول الخليج احنا استثمرناها كويس جدا من خلال الاموال. التطور التاريخي بيحتاج ان الفقراء ما بيغتنوش فجأة، لكن لأول مرة في تاريخ المجتمع العربي يظهر طفرة النفط. ففجأة ناس بقت أغنياء، واحنا رحنا جبنا من الأغنياء فاشتغلنا. يعني العامل المصري بيطلع ملايين من هنا الناس سافرت من يسافر، هو بياخد على الأقل من 10 إلى 20 ضعف دخله. معناها إن قيمة الادخار بقى عنده بقى عنده 10 أضعاف ما كان يمكن أن يدخره في المجتمع. بدأت تظهر الحركة دي لم تستثمرها الدولة وتعمل بالتوازي. خدت بالك حضرتك؟ نمو قيمي. جت على حساب ايه بقى؟ ان رأس المال كتر المادي، ورأس المال البشري انهار. فكرة القيمة، فكرة التعليم، فكرة الأخلاق، فكرة كذا. بدأت المدرسة تتجرف على ما أتى به يعني بعد المصريون التربية فيها وقع خالص. يعني لا يمكن أن نشهد بعدا تربويا في المدارس المصرية في ال30 سنة الأخيرة. فطلع البني آدم خلاصه في المادة. أشتريك بفلوسي، أنت مين، أنت كذا. وظهرت هذه المسألة، فحصل خلل اجتماعي كبير جدا، أحدث ما يسمى بالفوضى الأخلاقية. فبقى اللي كشف الفوضى الأخلاقية دي، الانفلات البشع ده، أحداث يناير. طب أسأل حضرتك يا دكتور، يعني المصريين كمان على مدى التاريخ أجادوا صناعة الآلهة. هل تعتقد حضرتك من متابعتك للشأن العام أن سواء كان الناس أو الحاكم الآن الاثنين واعيين إلى أن ده ما يجبش يتكرر؟ هل الناس واعية لده، أنها لا يجب أن تصنع إلها مرة أخرى؟ وأيضا الحاكم نفسه، لو قلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكراره أن اللي هيعمل نهضة هو أنتوا واحنا مجرد بندير يعني، لكن بيد المصريين وليس بيد احد اخر يعني. لا هل ده وعي بانه ما يجبش صناعه آلهة مرة اخرى يعني؟ هو واعي، هو يسلك سلوك الرسول وليس الاله. ودي الحكمة في نجاح المجتمعات. هو حامل رسالة وليس صاحب رسالة. سلوك الآلهة اللي المصريين بيصنعوها وما إلى ذلك فيها القدرة المطلقة. هو جاي من مؤسسة بيقول أنا ابن هذه المؤسسة. المؤسسة هي القوة، هي القادرة، المؤسسة العسكرية. وبيبني مؤسسة أخرى موازية في المؤسسة المدنية. فأن تصبح المؤسسة هي القيم، هو ده المشروع الأنبياء، مشروع الرسول. مشروع الرسول كان عايز يعمل مؤسسة كذا، والكل الأمر إلى الله، وعنده حرية يقول لك دعهم فهم أعلم بأمور دنياهم، وعنده مساحات
الامل، وعنده مساحات التوسع، وعنده مساحات ما فيش كن فيكون، ما فيش زمن معجزات، ما فيش كذا وقل اعملوا. فبيدي الرساله التي تجعل من الامه تنهض وليس من الفرد. ودي حكمه هو عارفها كويس جدا، وعارف ان دي ساعتها هيقولوا له اذا كنت انت لوحدك وساعه ما هتعوزنا فاحنا فوضناك. ودي كانت ازمه. هم طلعوا 26 فوضوه يوليا، وبعدين راحوا ناموا. خدت بالك؟ باعتباره انه المخلص وهيخلص. هو لا، قال لهم لا، انا عايزكم معايا، هاخدكم معايا للصحراء، هاخدكم معايا للحدود، هاخدكم معايا لتأمين البلد، هاخدكم معايا للحفاظ على الأمن القومي العام. وبالتالي هنا جدل المشاركة. الإله لا يشرك الآخرين في الحكم. طب حضرتك خالص ما فيش حاجة اسمها حكم ولا ديمقراطية ولا كذا ولا كذا. الإله يعطي أوامر والعبيد تنفذ. لكن الاستراتيجية دي جديدة، وأرجو أنه يعني ينجح في مشروعه، وأن احنا نبقى المراية الصادقة. هنا خطأ هيقف، وهنا صح هيمشي، وكلنا في الآخر الكل في واحد. الفرعونية ما كانش عندهم الإله الواحد الأحد فقط، لا، ده هو حينما يصير الزمن إلى خلود سوف نراك من جديد لأنك ذاهب إلى هناك حيث الكل في واحد. طب دكتور، يمكن ناس كتير لو حد بيشوفنا أكيد هتلاقي فيه يعني الناس اللي بتحب تصطاد زي ما بيقولوا في الماء العكر. ده الدكتور عبد الله عسكر بيشبه ما اعرفش يعني الرئيس بالرسول هو يعني فاحنا يعني هو وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا عايز بس توضيح يعني عشان ما حدش يفتكر. لا، هو يقوم يعني عمل الرسول مش الرسول محمد. لكن الرسول مش الرسول محمد السلام ولا الرسول عيسى ولا الرسول موسى. أنا بس عايز التوضيح عشان ما هو في فرق كبير جدا. أنا حامل رسالة، وأنت حامل رسالة إعلامية، وأنا حامل رسالة. لكن أنا لو اعتبرت أنا علم النفس هنا لعبت الإله. أنا لست علم النفس، أنا حامل رسالة علم النفس. وحضرتك حامل رسالة إعلام، لكنك لست الإعلام. بس طيب أسأل حضرتك بقى، يعني ده اللي بتقوله حضرتك عن العلاقة الجديدة اللي بين الحاكم والمحكوم مع الرئيس السيسي، تخلينا نقول هل مؤسسة الرئاسة في حاجة إلى استشارات كويس من أساتذة بتوع يعني علم نفس زي حضرتك، لأنه إدارة الشعوب زي ما بتقول أساسها علم النفس؟ أيوة، هو على فكرة يعني ليس سرا أن المؤسسة العسكرية عندها مركز للشؤون النفسية. وأنا أحد مستشاري هذا المركز منذ 2002. كويس. خدت بالك؟ هم لا يعتمدوا العشوائية في أعمالهم، يعتمدوا على العلم تماما. عندهم القرار يتخذ بالمشاورة، الشورى والحوارات. فعنده ديمقراطية اتخاذ القرار وديكتاتورية التنفيذ. إذا أخذ القرار معايا حضرتك وكان الرأي الأجمع أن القرار ده يتاخد، واحد فقط المنوط بتنفيذه، ولا يصلح أن يشاركه أحد في تنفيذ القرار. خدت بالك؟ مهما كنت أنا معترض على القرار لابد أن أنفذ هذا القرار. لديهم خطط علمية، لديهم هم عندهم تعليم موازي يتجاوز كل طب التعليم. هل ده في إدارة دولة يعني مناسب زي ما هو مناسب في داخل المؤسسة؟ بالظبط. الدولة دي غنية جدا. احنا عندنا 80,000 عضو هيئة تدريس عالم، وعندنا بره يتجاوز 40,000. 120,000 دماغ بتشتغل في كل التخصصات. عندنا يعني حوالي 1500 باحث في علوم النفس، وحوالي 2500 في علوم الاجتماع، وعندنا حوالي 800 في الفلسفة. البلد غنية جدا. البلد غنية جدا 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 بعقولها ومفكريها. البلد دي قائمة على العقل البشري اللي فيها. البلد دي مصونة
بهذا العقل الذي ينير العالم. البلد دي سقوطها خطر على الأمن العالمي كله، وبالتالي الفرصة الكبرى أمام أي قائد أن يستلهم هذه الهمم وينهض بيها إلى المستقبل. طب اللي يسمعك يا دكتور ربما مثلا ياخد عليك يقول ان ده في تضخيم للذات وهنرجع تاني ان احنا يعني مصر دي كأنه امن العالم متوقف عليها، واذا انهار الامن في مصر العالم كله هيضطرب. أيوه. يعني انت ترد على ده بايه؟ يعني هل ده تضخيم للذات لا لسه مضر؟ لا، ده الدور. ده الدور. الدور بتاع المسمار بتاع الوسط غير الدور بتاع مسمار الاطراف. اللي هو عمود الخيمه زي ما دايما نقول هو يعني. ده. ايوه. خدت بال حضرتك؟ فانت انت اواصر البيت القديم كله، العالم كله شريكك. مصر اسهم العالم كله في حضارتها. اوعى تفكر ان مصر وليد حضاره هي بتاعتها. انت جالك كل غزاة العالم وخدت منك وادتك. خدت بال حضرتك؟ كل بضاعات الثقافه اللي حواليك في منطقه البحر المتوسط والهلال الخصيب وكذا من ده منتج مصري اوروبي عربي مشترك. زي ما بيقول البعض ان احنا كنا حوض حضاري صبت فيه. هو ده. يعني هو ده روافد كتير يعني. هي القضيه هنا. فقضيه مش تعظيم الشأن المصري بقدر ما هو نصيبها كده. هي نصيبها كده. بس البعض يمكن جماعتنا يعني قاعده مشتركه من وقت قريب، كان احد الحضور بيقول انه ما عادش في دور كبير للمكان والزمان. يعني كلمة الموقع الجغرافي، كلمة والله تاريخنا الممتد ل7000 سنة، وقال ان التاريخ العالم اليوم هو تاريخ العلم وليس التاريخ المتعارف عليه للأمم من كام ألف سنة والآخره. وده مثال لده بالولايات المتحدة مثلا، قال دي بلد عمرها 230 240 سنة. البلد دي عمرها عمر البشرية. البلد دي شركة مساهمة عالمية. أمريكا. مش كده ولا لا؟ كل شعوب العالم اللي هاجرت هناك نقلت حضارتها معايا. فالإرث الحضاري لا يمكن تجاوزه. الإبداع الفردي وراه جينات إبداعية، مش مجرد إن هو يعني مش العلم وحده، تاريخ العلم وحده في أمريكا هو اللي خلى هذا البلد بهذا الشكل خالص. أمريكا شركة مساهمة دولية. الشركة دي استقطبت كل المهمشين في العالم والمبدعين أيضا. لا، المهمشين. ما هم المهمشين دائما مبدعين. ليه؟ المهمشين والأقليات في أي دولة هم المبدعين في المعرفة. ليه؟ لأنه لا ينشغل بالهم العام أساسا، مش مشغول بالسلطة ولا مشغول بالعلاقات الاجتماعية المفتوحة ولا مشغول بكذا، هو مشغول بذاته. فبيعمل حضانة. عارف الحضانة، حضانة الابتكار. فهتلاقي الحضانة الجماعة الأرمن مثلا لما كانوا في مصر هم شكلهم حلو، ممكن يرقصوا يلعبوا باليه يلعبوا سينما كذا، فعملوا حضانة، عملوا فريق الفن، فطوروا قطاع من القطاعات. الجماعة اليهود عملوا حضانة مالية، رأسماليات، فطوروا كذا كذا كذا. واحنا بقى المصريين الأصلة اللي هم الصعايدة وكلام من ده مشغولين بالطار معايا. فانت عمال تضرب وتحارب، هتعلم امتى ولا هتعمل كذا؟ ما انت مشغول بالموت. فالعناصر الأقليات دي هي التي تقيم الإبداع. في الريف عندنا زمان يقول لك انا وارث ارضه وابن عمده وكذا وكذا وكذا. يعني انا ليا واحد قريبي قعد يسقط نفسه عندنا 12 سنه. يقول لك ما انا عمده وبيجي لي مصاريفي وكذا 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 وكذا. الاقليه الثانيه اللي هو مهمش عايز يخرج من الذل، من الشرنقه الصغيره دي فيقعد ورا ابنه يا ابني لغايه لما بقى وكيل نيابه. فنقل النقله النوعيه بقى هي النقله الكيفيه فعين السلطه وراس المال معايا حضرتك. وده بقى موازي له بشكل او باخر. فده توازن الطبقات الاساسيه. فامريكا لا، هي امريكا ما حدش بيهاجر ليها عشان يشوف عزوه يعني. طيب حضرتك هو مصطلح جميل يعني انها شركه مؤسسه عالميه. اسال حضرتك يا دكتور، ننتقل بقى لمحور تاني، هو انه زي ما كنت بقول في المقدمه المصريين اخترعوا النكته.
وانا فاكر ان في وفد ياباني مره جه قابل المرحوم الاستاذ انيس منصور، قالوا له احنا عايزين يعني نستعين بخبراتكم في البهجه وفي صناعه النكته، لان احنا عندنا الشعب الياباني شعب عبوس ما بيضحكش. طيب النهارده في احصائيات بتقول انه نسب المترددين على عيادات نفسيه زاد جدا جدا. نسب الاكتئاب مثلا، انا قدامي احصائيه بتقول قرابه 60% من الناس اما مكتئبين واما يعني ايه متجهين للاكتئاب يعني. هو ايه اللي حصل للمصريين؟ هو في مراحل التغيرات الكبرى ما بيحصلش اكتئاب، هو قلق. لازم تفرق كويس جدا عن القلق. هو أيوة. الخوف من المجهول، ثمة مجهول، معالم الطريق ليست مفتوحة. القلق على الرغم من انه يعني مؤلم الا انه دافع للحياة. نعم. فقد نرى تطورا كبيرا جدا في استنهاض الهمة للمصريين، ولكن لن يسقطوا في الاكتئاب. ليه المصريين يعيشوا حالات الشجون؟ يعني في فرق بين الاكتئاب كمرض اللي هو فقدان معنى الوجود، أيوة. والشجن يعني الميل للحزن مثلا، اللي هو لما تسمع اغنيه حزينه دي نزعه صوفيه شويه بالظبط، هي فيها الشجون، فيها التاريخ السلالي لانه كله للاخره. احنا المصريين علمونا ان هم يبنوا معابد الفراعنه ومقابر، لكن ما بنوش يعني عماره للحياه. هم يعني الدار الاخره. هات لي دار اولى واحده 7 الفراعنه ولا واحده كانوا يبنوا الدار الاولى دي اللي فيها الحياه بالطوب اللبن، لكن يعني يبنوا المقبره بالصخور العظيمه جدا، لان دي الدار الاخره اللي هي دار الخلود الابد، الخلود الابدي يعني. خدت بال حضرتك؟ وبالتالي عنده شجون استعادة الرحم المفقود أو استعادة ما فقدوا من لذة. وخلي بالك إن هو كان بيجند الدولة كلها عشان يفضلوا يبنوا هرم ب 17 18 طب ما هو ده خليني أسألك يا دكتور بقى، يعني إذا كانت ثقافة التعلق بالآخرة كانت موجودة أيام الفراعنة بشكل فظيع وتعبر عنها المقابر، ما ده كمان في حاجه دلوقتي او ضروره معاصره او مشكله احنا عايشينها، يمكن الاعلام كتير بيتكلم فيها بقاله فتره، هي مشكله ثقافه التدين الشائعه في المجتمع، واللي ممكن بنلمسها مثلا في مناهج التعليم الديني مثلا، انه كتير فيها نوع من زي ما بيرى البعض، يعني ده مش رايي الشخصي، فيها نوع من التطرف في التعلق بالاخره، فيها نوع مثلا من يعني التقليل من قيمه الحياه لصالح ما بعد الحياة. فالناس اللي بيقولوا لا ده المجتمعات بتتغير حين تؤمن أن الحياة شأن بشري محض. أي هي الحياة إيه يا أستاذ كابل؟ الحياة مفهومها يعني لو عرفنا الحياة هي موت الموت. موت الموت، أيوة. مش كده؟ الحياة هي موت الموت. موت الموت عشان احس اني عايش. ما انا لما اموت الموت اعيش. خدت بالك؟ موت الموت يعني ايه؟ عناصر الموت. عناصر الموت هي اكتر العناصر التي تحيط بالبشر. هناخد من اول العجز. الوليد عاجز، العجز يطارده، الفيروسات تطارده، انا بديله حقن عشان اقوي المناعه. وقت الفيروس بعمل مناعة، وبعدين الجوع يموته، فبموت الجوع بالشبع، وبعدين الجهل يموته، فبموته بالعلم. و كل عناصر الموت اللي هي لها بقى سب تايتلز زي ما بقى ايه، الفقر والجهل والمرض والأمية وكل القضايا دي الحياة بتدافع ضدها. فإذا غلبت كفة الموت طب حضرتك اتكعبلت، فبتبدأ تقول ايه؟ طالما انا ميت ففي حياة اخرى تتعلق بما بعد الحياة. ده حلم البائس. انما اللي عايش لا يفكر في الموت، اللي هو ايه؟ قادر على مواجهة التحديات، تحديات العجز. طول عمر الأعمار الزمنية دلوقتي في المجتمعات المتقدمة
خفض نسب وفيات المواليد. ما دي معدلات التنميه، معدلات التطور البشري طب والحكم على المجتمعات. هو ده المنطق الرئيسي للحياه. طب تفصل الحاجه الثانيه اتفضل. ان اصلا ثقافه الحياه هي ثقافه اللي بتعمل حضاره، مش ثقافه الموت. هو كان بينشد حياه اطول. خلي بالك الفراعنه ما كانش عنده ثقافه موت، لا ده هو عنده ثقافه الخلود. من حلاوه الحياه عايز تبقى احلى. طب يعني ده ممكن يتفق مع قانون التحدي والاستجابه لارنولد توينبي اللي اتكلم عنه، يعني ان احنا بنتغلب دايما على، او الانسان عنده سعي دائم للتغلب على المشاكل اللي بتواجهه بحلول يعني. لكن ده خليني اسالك، هتفسر بايه مثلا في المجتمعات اللي المفروض قهرت كتير من المشاكل، وانه ثقافه الحياه عندها هي الغالبه وليس الموت زي المجتمعات الغربيه، ان في معدلات انتحار مثلا كبيره قوي في الولايات المتحده؟ يعني النهارده اخر خبر النهارده مجنده امريكيه مثلا انتحرت، ضربت نار على نفسها. القضايا الانتحار نتيجه الرفاهيه بيبقى توقف مشروع المعنى. وتوقف مشروع المعنى معناها سيطرة الموت على الحياة. طب فالمشروع المعنى ده معناه ان انا لابد ان يكون لدي شيء سأحققه. طب في افق معين انا محتاجه. ففي دايما فراغ ناقص لدى الانسان في رغبته في الوجود. عايز حاجة هيعملها. لو ما لقاهاش ممكن الدايره بتقفل. ولما الدايره تقفل يبقى وصلت الى اليقين ان الحياه عبث. فبيخلص منها، فبيخلصها. الرسول عليه السلام بيقول لك ايه؟ اذا قامت القيامه وفي يد منكم احد فسيله فليغرسها. الله، ليه؟ ما ممكن القيامه ترجع في كلامها. مش كده ولا ايه؟ يعني ما المنطقه يعني طب الدنيا بتخرب. قالوا لابد أن لا يكون لديك مشروع للنمو حتى وأنت ذاهب. على الأقل ممكن يستمتع بالغرس ده ابنك، حفيدك. هي دي مثلا. لا، ده القيامة قايمة، القيامة قايمة كمان. خدت بالك؟ فقيمة الحياة وحب الحياة هو اللي بيدي مفهوم السعادة البشرية. الحاجة التانية، أنت لا تستدعي الموت لأنه جزء منك. موجود الحقيقة تحت الجلد، يعني جزء منك يعني. طب دكتور، أسألك عن رأيك في رأي للدكتورة هبة العيسوي، أستاذ أعتقد علم النفس جامعة عين شمس، بتقول: نحن نعيش في مجتمع تسيطر عليه نزاعات الحياة أو الموت، خناقات البقاء وسط خوف شديد من المستقبل، مما يجعل لدى أفراده شعورا دائما بضرورة الاختيار القاطع إما بين الأبيض أو الأسود. تقول ده حال المجتمع المصري دلوقتي، إنه خياراته يعني ما عادش فيه تدرج في ألوان الاختيارات بين الأبيض والأسود، في ألوان كتير قوي. لكن النهاردة يعني إما صديق أو عدو، إما خائن أو وطني. الثنائيات دي إما مؤمن أو كافر. ما هو الحدث الكبير ده لازم نتكلم على الأغلبية وليس الأقلية، علشان برضو نبقى واقعيين. يعني هناك فئة خسرت وشوهت ب 25 يناير، وفئة هزمت، وفئة كانت مستغلة للحدث، وقطاع الشعب كسبان. عشان برضو نبقى كذا. فأنا لا أحكم على المجتمع بسواء بعينة قليلة مثلا التيك توك ولا الميكروباص. يعني احنا عايشين في وسط المجتمع. انا ما احكمش على المجتمع بقله. يعني مثلا انا ما اجيش في جامعه الزقازيق عندي 100,000 طالب، 3000 طالب منحلين او منفلتين او عدوانيين او كذا وكذا، فعمم الظاهره على المجتمع. هذه ليست ظاهره، دي ظاهرات نتيجه الانتقال، نتيجه خسران مكانه الضباع. ما الضباع هيسيبوك حواليك يا دكتور. فليست هذه حالة المجتمع. دي مش حالة المجتمع. لا يقاس عليها، لا يمكن. طيب أنا حضرتك قابلت صحفية تنكرت لمدة 3 أسابيع داخل اعتصام رابعة العدوية. نعم. وقالت لي إن أنا لاحظت من رصدي اللي يسموهم الأخوات، يعني كان زي ما كانوا بيقولوا الإخوان والأخوات،
قالت لاحظت من رصدي للناس المعتصمين انه في سيكولوجيه معينه للمنتمين للاخوان. قالت مثلا انهم يتعمدوا الكلام بصوت هادي مثلا. تاني حاجه انهم حين يتحدث الليدر القائد بتاعهم فليصمت الجميع، ما حدش بيتكلم ولا حد من حقه حتى انه يسال. الحاجه الثالثه انهم بيعتمدوا في فكره الاقناع على فكره محدده ويتم الالحاح على المستقبلين ليها كل يوم. قالت انا قعدت 21 يوم وهم بيعملوا درس الصبح في فتره نهار يعني ودرس بالليل انه هذا البلد لن ينصلح له حال الا بهدم الجيش. فانا اسال حضرتك، هل ممكن توصف لي سيكولوجيه الاخواني زي ما ظهرت على السطح وفي الاعلام واثناء يعني العام الكئيب اللي حكم فيه الاخوان مصر؟ يعني هو بص يعني صراحة دي أحكام انطباعية. احنا ما درسناش دراسة علمية دقيقة للظاهرة النفسية عند الإخوان. أي جماعة منظمة اختباراتك علشان تحافظ على تماسكها بتسحب نرجسية الفرد وهي ذاتيته وتحطها في ذاتية الجماعة وتتمثل في رأس الجماعة اللي هي المرشد. لا يمكن إنكار أن هذا تنظيم ناجح. ماشي، ده تنظيم ناجح وتنظيم بيخلع على نفسه خصائص معينة. تنظيم لا يذهب العائلات إنما يشتغل على المهمشين. معايا؟ ما أنت عندك هوية، عندك قدرة على المعارضة، أنت ليس ذاك سمع وطاعة، أنت بنائك الشخصي بناء قوي، فمش ممكن هياخدك. لو دفعت فلوس مش هياخدك، إنما يقول لك محب. معايا؟ يعني إيه محب؟ عضو عام مش عامل يعني كذا. لكن اللي بياخدوه بيبقى مجند من أول ما يصرفوا عليه ويجوزوه ويدخلوه كده لا هوية له إلا من خلال الجماعة. وساعة ما يتزنق بيلاقي الفلوس حواليه وبيلاقي الدعم جايله وبيلاقي الناس ممكن وفود تشيله، وبالتالي هو بيحس بالوجود الاجتماعي، هو بيقوم بدور الدولة بالنسبة لهذه الجماعة. معنى كده يا دكتور علشان الكلام يكون واضح، معلش بقطعك، يعني ان بما بتقول هذا التنظيم ناجح، هو ناجح في اقناع افراده وتابعوه ومؤيدوه ايوه بتحقير فكرة الدولة وتعظيم فكرة هو الجماعة. خد الدولة، ما هو خدها. هو أمها. هو المشكلة ايه؟ هو كان دولة داخل دولة. خدت بالك؟ معايا؟ عنده استثماراته وعنده خطابه الايديولوجي وعنده مدارسه وعنده كذا. دي دولة هو سابوها، دي جريمة كبرى. هؤلاء الذين حكمونا وجعلوا من الإخوان دولة داخل الدولة ينبغي أن يحاكموا لمستوى الإعدام إلى أنهم أوصلوا البلد لهذا الخطر. كان الذي يحكم هو أول خطر على الأمن القومي المصري، لأنه مش فاهم وسايب هذه القطعان زي ما قلت لك سبت الضباع. ما الضباع تنظيم. معايا؟ في ثانية بيروح داخل واكلك. فهذا التنظيم تنظيم شرس، له رأس دولة، له ميليشيات حماية، مش كده؟ له وزراء تموينه، له مخازن تموينه، له علاقاته الخارجية، له تنظيم الدولة. طب يا دكتور، رغم حضرتك لما بتقول هو تنظيم ناجح طبعا بالتفسير اللي احنا قلناه دلوقتي، لكن من الغريب مثلا انه حضرتك اعلم طبعا مني انه يعني يقولوا الغبي هو اللي بيكرر نفس الخطأ ويتوقع نتيجة مختلفة. طب هم على مدى اكتر من 80 سنة تقريبا بيكرروا نفس الاخطاء، يعني يصطدموا بالانظمة من ايام ملك فؤاد، ملك فاروق، عبد الناصر، السادات، مبارك، تقريبا اصطدموا بكل الانظمة ويكرروا نفس الخطأ. فده مؤشر غباء اكتر منه مؤشر ذكاء، ولا حضرتك فسره بايه بالظبط يعني؟ لا انا شايف حاجة تانية. هو كان ايام الملك معايا بيشتغل في 3 محافظات، 3 اقاليم. كان فين هو؟ اسماعيلية. أيوة. تقريبا. ايوه. والقاهرة. ايوه. والبحيرة. الله، جميل مظبوط جدا. صح. مظبوط. طيب ايام عبد الناصر وسعوا الدايرة شوية. معايا وصل لفين؟ مش كده؟ صح.
هو المره دي عمل باستراتيجيه مختلفه. المره دي اشتغل على الحدود. خلاص. وطلع بره مصر. خلاص. وصل لاكثر من 56 دوله. وبيقولوا 80. خلاص. فلا، استراتيجيه خطيره. لا مش غبي، ده خطير معايا. وينبغي الحرص ثم الحرص ثم الحرص. وهو قادر على انه يعمل جماعات في كل دولة. خلاص. ويعمل لوبي ضغط ويشتغل بالرأسمالية. لا، هو غير استراتيجياته. غير استراتيجياته وفقا لاستراتيجيات صهيونية. هم ما كانوش لسه اتعلموا من الصهاينة كويس معايا. هو دلوقتي بيلعب نفس لعبة الصهاينة. الصهاينة بيعملوا ما بدا لهم والعالم كله ساكت. هو بياخد نفس استراتيجية التنظيم الصهيوني. خلاص. وياخد مراكز قوات ضغطه في امريكا، راس مال يبقى راس مال في امريكا. عواطف في ماليزيا يبقى عواطف. مش كده. مصالح استراتيجيه في تركيا يبقى مصالح استراتيجيه. يستقطب اقليه بلا هويه وبلا دوله زي قطر ويخليه عظيم، لان هو قطر بقى واقفه مع وكذا وكذا، يشتغل عليه. يجي على بتوع السودان مستوى الحاجه ويشتغل عليه. طب يا دكتور، حضرتك تابعت يمكن امبارح لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف والمجلس الاعلى للصحافه، فهو اتكلم عن مؤسسات اعلاميه يعني دوليه، التنظيم الدولي الاخوان بيصرف عليها يعني صحف وقنوات تلفزيونيه وكده. لو سالت حضرتك كاستاذ لعلم النفس، لما الاعلام بقى عندنا دلوقتي سواء كان اعلام يعني تلفزيون او صحافه او راديو يتعامل باستراتيجيه يعني مدروسه مع سواء المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين الموجودين في مصر او مع اصحاب الهوى يعني المحبين والمريدين، يعني هل بتشوف ان الخطاب يكون اقصائي بان انا اقول للناس دي يعني هنقفل عليها، ولا ممكن يكون خطاب فيه نوع من الاحتواء؟ يعني من الناحيه النفسيه هقول لك لو طلب منك استشاره يعني انا يعني لماذا ذهبت الى هذه الارض؟ يعني انا ليه انا اصبحت في جماعه معينه. هذه الجماعه تشبع عندي حاجات انا محتاجها. الحاجات اللي بتشبعها الجماعه اذا الدوله اشبعتها هو هيسيب الجماعه ويروح للدوله. جدل المشاركه. الله، احنا في وضوح. انت بقى كافر وده مسيحي وده علماني وده مسلم وده كذا، احنا عندنا هدف مشترك. الهدف المشترك ده هنبني السد ده، يبقى نبنيه. مش كده ولا لا؟ وعقيدتك وكذا كذا كذا دي امور شخصيه. الضروره النفسيه تقتضي ان تعبد ما تشاء. لكن الضروره الاجتماعيه فيها هدف مشترك. منافع متبادله يعني منافع متبادله بين الفرد والمجتمع. فهو لو لقي نفسه في المشروع طب ما هيسيب دول. يعني المشروعات اللي زي قناه هو كل مشروع الشمالي المصري انت معايا. تعالى معايا. انت كنت بتشجع الاهلي او التاني بيشجع الزمالك والتاني بيشجع كذا، لكن احنا بنمتحن ثانويه عامه. ايه علاقه الاهلي بالزمالك بكذا؟ احنا عايزين ناخد ثانويه عامه ونتخرج يا اولاد ونبقى كذا. فكل واحد بيسيب اللي بيشجعه. عشان كده لازم ناخد بالنا كويس جدا ان هناك افراد مستفيدين من الجماعه اللي هم القاده. دول يتطهروا معايا. اللي هو مستفيد ده السيكوبات الكبير اللي مستفيد من وراء القاعده المسكينه. القواعد دي لو لقيت ضلتها عند الدوله، والدوله هي الراعي الرسمي لمشروعيه وجود الشباب والتعبير عن نفسه. فلو لقي مشروعيته ولقي تقبله ولقي امنه وسكنه وعمله وكذا 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 ولا هيروح لحد. لكن حضرتك يعني انا اقصد انه مهم جدا ان يكون في قنوات مفتوحه دلوقتي بين الخبراء اللي زي حضرتك مثلا واساتذه الطب النفسي وعلم النفس مع وسائل الاعلام. يعني انا كاعلامي ممكن استفيد جدا من الدكتور عبد الله عسكر وهو بيتكلم على ايه الخطاب، مضمون الخطاب اللي ممكن تتوجه به وسيله اعلاميه او اخرى لمثلا الاخوان او للناس المريدين يعني منهم. يعني ده ضروري دلوقتي. طيب انا هتنقل لجزئيه ثانيه خالص. احنا خلال 4 سنين في 25 يناير ونظام يعني رحل
ظل 30 سنة، وفي 30 يونيو و3 يوليو تخلصنا من يعني نقول ايه يعني ورم سرطاني سياسي اسمه الإخوان المسلمين. ومع ذلك الإحصائيات اللي خارجة من يعني مصادر شبه رسمية زي الجهاز المركزي تبع الإحصاء إن معدلات الطلاق في مصر زادت في السنوات الأربعة الأخيرة دي. إيه العلاقة ما بين الثورة المفروض بتفجر جوه الناس أحلام معينة وروح رومانسية جميلة وبين إن نسب الطلاق بالذات في السنة الأولى والثانية في تزايد؟ والله أنا يعني أنا أشك في الإحصائية. إحنا عندنا مشكلة في ثقافة الزواج وثقافة الأسرة منذ أكثر من 30 سنة. مش بس معدلات الطلاق ارتفعت منذ فترة طويلة، مش بس بعد الأحداث، بالعكس. لأن ثقافة الزواج نفسها ده مشروع بيتعلم الناس عليه. الناس بتتدرب عليه وبيقول الهدف منه الأساسي وكذا والمشاركة وما إلى ذلك. ده سقط. سقوط فكرة مشروع الزواج لأنهم مربطينه بقضية بسيطة جدا. هو زمان كان الطريق الوحيد إلى الإشباع الجنسي هو الزواج في المجتمع المصري. خلاص، هي البنت كده عفيفة والولد عفيف، لغاية ما يتجوز الاتنين بكر لغاية ما بيتجوزوا. دخلت الثقافات النهاردة، بقى العيل من أول بلوغ والبنت من أول بلوغ ممكن يكون له تجارب عارفة. لا، في تخيلات صور جنسية وفي مشاهد بيشوفوها، في محاكاة على الأقل موجودة، مش بيلاقيها يعني في الموضوع. يعني مش بيلاقيها. فده خلل في ثقافة الزواج. ايه هو الزواج؟ ايه هو العلاقة الجنسية في الزواج؟ ايه هي ازاي تساعده على انه يبقى راجل كويس، وازاي يساعدها انها تبقى انثى كويسة؟ هذه المنظومة مش موجودة، فهو بيربط المثال اللي في راسه بالموضوع اللي قدامه، فمش بيلاقيه هو. الحاجة التانية ان الاعباء التي تنفق على الزواج عالية جدا، المردود ضعيف جدا. فبيخلص، فيقول لك الله هو ده كله اللي انا عملته عشان دي؟ لا، مش عايز. الموضوع طلع يعني بالظبط. ففي تغير في منظومة قيمة الزواج نفسها. تغيرت المنظومة. وبالتالي دايما احنا نقول ان الزواج هو يعني قبول الغريب، قبول المختلف عني. ده غريب بقى، بيبقى من أسرة تانية ومن جنس تاني ومن وسط تاني ومن اقتصاد تاني، يعني حتى من لون تاني، ممكن من دولة تانية. قبول الغرباء لما يركبوا في السفينة، خلي بال حضرتك ان سفينة الزواج سفينة الزواج أضعف شراع. أضعف شراع هو شراع سفينة الزواج. أي ريح يقلبه. فعايز ربان قوي جدا. وربان العلاقة الزواجية هما المحيطين بيه، اللي هما بيشجعوا على انك تفضل في السفينة. ويقولوا لك لا لا لا، اركن كده، تعالى كده، ساعد، معلش، استحملي يا بنتي، روحي. الأب زمان كان يقول انت طلعت من البيت مفيش رجوع تاني. معناها انك تتعاملي مع الضغوط اللي هتقابليها والمشاكل والكروب بطريقتك، فبتعرف تعيش. الواد يقول له اسمع، لقد زوجتك من هذه وليس لك زواج آخر. كان الزواج من واحدة دي مصريات معايا. فيقول لك لا، أنا لابسها فأنا لازم إيه؟ أعود نفسي عليها، أكمل. لا، ويعود نفسه عليها. أيوه. حتى يتعلم إنه لما يعرج بيها يعرج بفن، وهكذا. المنتج من الزواج كان يأخذ قيمة القداسة. على فكرة، أفراح الميلاد للطفل في العلاقة المصرية تتجاوز 10 أضعاف أفراح العلاقة الزوجية. معايا؟ تعال شوف بيفرحوا بيه قد إيه. ونقط واسبوع وطهور 50,000 حاجة. مش كده؟ ليه؟ لأن ده الرابط المقدس اللي بيقيم العلاقة الأسرية، هو الأمل المنشود من كذا. الثقافة دي وقعت، ووقعها الإعلام ووقعها النت ووقعها حتى المدرسة. مفيش تربية في المدرسة يا أستاذ كامل. أيوة. أنت ناس مش متربية هتطلع منها إيه؟ طب يعني ده هينقلنا لحاجة مهمة نتكلم فيها عن
برتراند راسل له مقولة جميلة جدا، بيقول مشكلة العالم أن الأغبياء لديهم يقين والأذكياء لديهم شك. هل احنا لو جينا على المجتمع المصري، هل حالة الركود الاجتماعي أو عدم الحراك يعني اللي يتلائم مع مقتضيات عصر احنا عايشينه، هل ده هنقول لأنه اليقين الخادع عند ناس كتير جدا جدا أكتر من الشك الإيجابي عند الأقلية اللي هي معنية بالتفكير والحراك؟ هو اليقين بيبقى محاولات مجهضة للشك. يعني هو كل ما الشك يجهض ما يجيبش نتيجة الشك من أجل الشك يعني، فبترسى الذات أو تتعطل. الشك معناه أن هناك سؤال ينبغي الإجابة عنه. لماذا؟ وانا اقصد الشك الايجابي. ما هو لماذا؟ ما هو يعني حركه العلم، حركه العلم دايما لماذا، يعني مش عشوائيه كده الناس الحاجه ماشيه. فده اعمال العقل. اعمال العقل بيشغل الجزء الامامي ده، الجبهه، في حاجه اسمها الوظيفه التنفيذيه للمخ. في مخ واللي هو وظيفه بتنفذ حاجه، اللي هو التفكير بقى والاستدلال والاستنباط وربط الحقائق وعمل كذا كذا كذا. التعليم المصري لا ياتي تجاهها. المناهج ما بتروحش ناحيتها، ما بتعملش الوظيفه التنفيذيه. فمفيش تفكير استراتيجي. تعليم مش قايم على هو حته واحده بيشتغل عليها، التلقين، اللي هو عامل له سقف كده لا تخرج براه. بس الحاجة التانية ان كتر عندك جدا التعليم الديني. التعليم الديني يكاد يكون ثلث التعليم، يعني الازهر بمؤسساته بكذا بكذا بكذا، وعامل له سقف للتفكير ايضا، يعني مش يطلع ويرجع، لانه مربوط كمان بحاجات مطلقة يعني ومقدسة يعني انا مثلا اقول لهم ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، القبض على دينك والقبض على الجمر. اقول له تعرف تمسك الجمر؟ فيقول لي ايه، هناخد مثال زي ده كده. اقول له امسك اقبض على الجمر كده، يقول لك لا تبقى. قلت له لا، مش هتعرف تقبض على الجمر كده. لازم تعمل كده. طبعا معايا، رايح جاي رايح جاي. فعشان كده ربنا منزل 5 صلوات وتصوم كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، لان دائما هناك اهتزاز في اليقين. فلازم تثبيت اليقين، فلازم اطلع وارجع، افكر خارج السقف وبين ارجع، وهكذا يحدث حركه او بيسموه ديالكتيك الوجود ما بين الانا وبالاخر، ما بين العقل والفكره. فيبقى في خطط في التفكير وفي ادراك لماهيه الوجود. احنا قدامنا يا دكتور دقيقه، الوقت عدى بسرعه يعني. السؤال اللي قدامي ده حضرتك انت طرحته في مقالك في جريده الشروق على ما اعتقد يوم 8 مايو 2011. بتقول: ما الذي تساويه الحياه حين يغيب الامن وينتشر الخوف ويختل السلوك ويزيد الغطاء البدني وينكشف الغطاء الاخلاقي؟ ده انا كتبته في الثوره والعلاج النفسي. مش كده؟ الثوره المصريه والعلاج النفسي. ده اللي حصل قبل 25 يناير. قبل 25 يناير. خلي بالك ان احنا يعني لاحظنا ايه، ان في غياب امن، تبعتك في غطاء بدني كله اتحجب، وفي عري اخلاقي رهيب جدا. ده اللي قصدته يعني، الرشوه والمحسوبيه وكذا 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 وكذا. هذه مظاهر خادعه. عارف بقى الغبي لما يسد النهر بالتبن معايا، فيقول لك الماء ما بتقفش ليه؟ طيب دكتور، احنا وقتنا يعني انتهى، فعايز من حضرتك بس كلمه يعني. البرنامج ده اسمه الاخر بالنسبه لنا دلوقتي هو المستقبل ولا المجهول؟ هقول لك الاخر يعني في 10 ثواني. انا هقول في 10 ثواني. في بيت شعر بيقول ايه، واحد لوحده كده، فبيقول: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. اختباراتك. الإنسان يأتنس لعواء الذئب ويبتهج لصوت الآخر. نسمع الآخر، ونقدنا في إيد الآخر، ننطلق إلى الآخر. ومعانا ربنا ومعانا تاريخنا ومعانا شعبنا ان شاء الله. نشكرك جدا أنا في برنامج الاخر.
ونلتقي قريبا ان شاء الله إن شاء مره الله. ثانيه، يعني نكمل لان حوارنا طويل. شكرا وبنشكر أستاذ الساده المشاهدين وتصبحوا على خير. كامل. شكرا.